في برضو حاجات كتير، يعني انواع دقيق تانية كتير مكررة بتبقى برضو داخلة في مصانع وكده. دي كلها يفضل ان احنا نبعد عنها. في بدائل كتير، في بدائل للسكر. الاستيفيا يعني طبعا مش بكميات كبيرة، لان برضو احنا مش عارفين الاستيفيا دي جاية منين يعني. فهي ورقة اساسا، ورقة خضراء زي النعناع كده. فبرضو مش عارفين مصنعينها ازاي عشان تطلع لنا في صورة بودرة كده يعني. ف... فبس يعني ماشي، هنعتبرها يعني صحية شوية يعني، عشان حاجة جاية من حاجة طبيعية يعني. ف... ف... فالمهم ان هي تتاخد بكميات قليلة قوي لما يجي لنا كريفنج على السكر. ده للسكر. الدقيق، في انواع دقيق كتير قوي صحية، ممكن نستبدل بيها الدقيق الابيض او دقيق القمح الابيض اللي هو الريفايند ده، زي دقيق الحمص، دقيق اللوز، دقيق الترمس. في انواع كتير قوي وكلها بدائل صحيه، دقيق جوز الهند، وهكذا. برضو دقيق الشوفان بيعتبر صحي وكويس. فكل الحاجات دي، بس نهتم قوي قوي ان احنا حتى العيش الجاهز اللي بنجيبه نبص على المكونات بتاعته، ولو لقينا فيها دقيق قمح نبعد عنها خالص. لازم يبقى كل مكوناتها مثلا دقيق شوفان، مثلا شعير ماشي، يعني حاجات اللي هي مش ريفايند. دايما الحاجات عشان نعرف ايه اللي ريفايند او إيه اللي مش صحي، وايه الصحي، او ايه اللي داخل في بروسيس عاليه وايه اللي مش داخل. بنفكر كده يعني. الشوفان مثلا، انت لو جبتي الشوفان وطحنتيه هيبقى دقيق شوفان. الحمص برضو لو نشفناه وضربناه او ضربناه في كبه او حاجه ونقعناه بيعمل دقيق حمص. ترمس نفس الحكايه. وهكذا. جوز الهند برضو بنعمله الحاجه اللي نقدر نعملها في البيت دي بتبقى طبيعيه، لان احنا عارفين نعملها في البيت من غير ما نضيف عليها حاجه، من غير ما تدخل في مكن، من غير ما نسخنها تسخينات على درجه 17,000 يعني حاجات عاديه كده بنعملها في البيت. فعشان كده انا دايما بفضل نعمل الحاجات عموما في يعني. ما اقصدش ان احنا لازم نعمل الدقيق الحمص، لا. بس دقيق الحمص نجيبه ونعمل بيه عيش في البيت، وهكذا. ففكرة المخبوزات والمعجنات والحاجات دي لها بدائل كتير. واللي يدور يلاقي، يعني السوشيال ميديا واليوتيوب والحاجات دي مليانة بدائل صحية للحاجات اللي هي الغير صحية.